مساء الخير. الخوف من الغرائز اللي موجودة عند كل الكائنات الحية. هذا الخوف اللي يجيك من مواقف صعبة تمر بيها، من أزمات تصير لك بحياتك أو من أشياء تخوف. ممكن هاي الغريزة احنا ما نريد تصير بينا، ما تريد تخاف من أي شيء بهاي الحياة، بس مرات تتعمد انه تصنع لنفسك خوف، مثل ما يصير بأفلام الرعب. ومع أول فيلم رعب صار بالتاريخ، الفيلم اللي كان من 3 دقائق بس أو مدة زمنية 3 دقائق، الفيلم اللي اسمه ذا هانتد كاسل، انعرض سنة 1885. فيلم 3 دقائق بس، وبنوع من الرعب يخلقه للمشاهد. وبدأت أفلام الرعب تصير وجبة دسمة جدا لجميع عشاق ومشاهدين السينما، وعلى مدار العصور ظلت الناس تنتظر هاي الأفلام وتحب تشوفها بالسينما أو بالبيت بتجمعات حتى تشعر بالخوف هذا. وفعلا تستمر أفلام الرعب، وسنة عن سنة تحاول أنه تصنع شيء جديد. ومع تطور التقنيات أكيد راح يكون الخوف أكثر، بحركة الكاميرا، بالمشاهد، بالملابس، بكل شيء. ممكن أشهر المخرجين اللي طوروا هاي الصناعة هو المخرج ألفريد هيتشوكيك، اللي يعتبر واحد من أهم أفلامه الفيلم اللي اسمه سايكو، اللي أنتج سنة 1960. هذا الفيلم اليومنا هذا رغم التقنيات البسيطة اللي تصور بها يعد أحد أفضل وأهم أفلام الرعب. طبعا أنصح به جدا للناس اللي ما شافته. هذا الفيلم بمشهدين مستحيل أي شخص يشوف هاي المشاهد وهو مركز مع الفيلم ما راح يخاف مثل بطلة الفيلم أو مثل ردة فعل بطلة الفيلم اللي صاروا اياها بهاي المشاهد. وفعلا سووا تجربة وخلوا ناس هواي بالسينما من مختلف الطبقات ومن مختلف الأعمار، وانه ركزوا ويا هاي المشاهد. ومع مرور السنوات وتعدد التجارب مع الافلام الرعب، مثلا فيلم لازم اذكره وفيلم مهم جدا، فيلم اسمه ذا شاينينج. الفيلم هذا من بطولة جاك نيكولسون، والفيلم مأخوذ من رواية كتبها الكاتب الكبير ستيفن كينج. هذا الفيلم فعلا جميل جدا، وايضا علامة من علامات افلام الرعب. وتبدي الافلام هاي تتعدد، ونشوف افلام تجارية وافلام رعب عادية وافلام رعب نفسية وتصنيفات عديدة لهاي الاشياء. حتى مثلا نتذكر سلسلة تجارية شهيرة ومشهورة عندنا جدا اللي هي سلسلة افلام تشايلدز بلاي. هاي السلسلة الشهيرة جدا اللي كانت تتمحور حول اللعبة تشاكي، اللعبة القاتلة. وافلام هواي جدا قدمت الرعب بطريقة نفسية، أفلام رعب نفسية شهيرة مثل The Sixth Sense لبروس ويلس، The Others لنيكول كيدمان، وأفلام هواية. زين، بالوطن العربي شلون كانت هاي الصناعة؟ الصناعة بالوطن العربي هاي ظلت تعاني جدا، رغم أنه هي ظهرت بوقت مبكر. يعني نتذكر فيلم أنتج سنة 1945 اسمه سفير جهنم، كان من تأليف وإخراج يوسف وهبي. هذا الفيلم تقنيات بسيطة بيه، وهاي ممكن هواي ناس تستخدمه للضحك، بس انه تشوفه ما راح تحس بالخوف هالقد ما تحس انه الفيلم يضحك. وغيرها من التجارب، مثلا تجربة فيلم موعد مع ابليس 1955، وحتى تجارب الرعب الكوميدي اللي اشتغلها اسماعيل ياسين. وممكن اكو تجارب افضل حالا شوية اللي صارت بالثمانينات، مثل الانس والجن لعادل امام ويسرى، وفيلم التعويذة ايضا يسرى. اوكي افضل، بس ظلت هاي الافلام بالوطن العربي الناس تخاف تشتغلها. مو شيء محبب لدى الجماهير انه يشوف فيلم رعب ناطق بالعربية، والامكانات الضعيفة خلت انه هاي الافلام غير محببة وما يتم انتاجها بصورة كبيرة، واغلب التجارب هي فاشلة. وبس مع مرور الزمن ممكن شفنا تجربة مثل تجربة الفيل الازرق، الفيلم اللي مأخوذ من رواية لأحمد مراد واخرجه مروان حامد بالجزئين. طبعا الفيل الازرق 1، الفيل الازرق 2، الفيلم حقق نجاح كبير وكانت تجربة جيدة لفيلم رعب. وايضا فيلم بعنوان 122 اللي حاول اضافة تقنيات جديدة تحسس المشاهد انه هو بجو الفيلم بصورة اكبر. الفيلم هذا كتبه صلاح الجهيني وقام باخراجه المخرج العراقي ياسر الياسري، اللي هو ضيفنا اليوم، واللي راح نحاول وياه نعرف اكثر كواليس هذا الفيلم والتحضير له، وشنو هي الاعمال الجديدة اللي حاب يقدمها لنا، سواء افلام رعب او افلام من نوعيات مختلفة. فخلونا نشوف.
مساء الخير استاذ ياسر، شلونك؟ منور. مساء النور حبيبي. ان شاء الله اتمنى تكون تكون بخير. بخير. اخر فيلم قدمته اللي كان هو فيلم 122، الفيلم الجميل جدا. الفيلم هذا اللي كان يعتبر نقلة بافلام الرعب، خصوصا العربيه. نعرف انه اغلب افلام الرعب العربيه بيها مشاكل، يعني صعب نجي نصنف فيلم رعب انه هو فيلم عربي فيلم رعب. مثلا الفيل الازرق بس ممكن كان، خصوصا الثاني، الفيل الازرق الثاني اللي يعتبر رعب اكثر، اللي جاء بعد فيلم 122. فشنو رايك بالتجربه هاي؟ وهل يعني حاب تكررها من جديد؟ والله هو يعني صراحة كان تحدي كبير، يعني من أول ما بدينا بالمشروع، من أول ما فكرنا بأنه نسوي هذا الفيلم كان تحدي بالنسبة لي وبالنسبة لكرو العمل كامل، من ممثلين، من أي واحد. يعني أنا أي واحد كنت أحكيه على المشروع وأقول له بأنه راح نسوي كذا وكذا، كانوا يقولون يعني بس إحنا يعني بيننا وبين يطلع الفيلم ينضحك عليه شعرايه بس، يعني فهذا يعني منطقه جدا خطره. والغريب بالموضوع انه هذا الفيلم قبل ما اني ارتبط به كان معروض على مخرجين مصريين كثير، واغلبهم رفض العمل على الفيلم لهذا السبب. بس المنتج سيف عريبي اللي حب يعني اوجه تحيه، حب يخوض هذا التحدي، وهذا طبعا شيء يحسب له. واجيت انا وياه انه كملنا على الموضوع والكرو شوي شوي انجمع. فالحمد لله يعني الى غايه، يعني احنا قاعد نعرض الفيلم والناس ويمكن حتى الممثلين بالفيلم كانوا يعني في شك بين هل هذه التجربه احنا يعني خاطرنا بها او غامرنا بها، هل فعلا هذه الخطوه صحيحه؟ لان تعرف انت يعني مثل ما ذكرت السينما العربيه دائما تلعب على السيفتي، على الامان. يعني فتلقى الاكشن طبعا الكوميديا بشكل كبير، بعدين شويه اكشن وشويه دراما. اكو طبعا تجارب رعب موجوده، ولكن على استحياء وما حققت النجاح. يمكن مثل ما ذكرت حضرتك الفيل الازرق، يعني هو كان يعني اقرب فيلم لهاي الجانرا يعني. وممكن الثاني اقرب، الفيل الازرق 2 اللي يعني اجى بعد 122. يمكن الجزء الاول ما يعتبر رعب كلش، يعني ممكن نفسي نعتبره اكثر. يعني جرعة الرعب في الأول أقل، وطبعا الأسباب مفهومة، لأن تجارب الرعب العربية مش المصرية فقط على فكرة، يعني كل الوطن العربي المشاهد يعني بدل ما يخاف في كثير من الأحيان كان ما يعني ما أريد أقول يضحك، ولكن ما كان متواصل مع الفيلم بطريقة صحيحة. الحمد لله 122 مهد الطريق الأفلام كثيرة جدا بعد يعني بعد ما خلصنا الفيلم، بعد ما ننجح. واليوم الجانرا اللي هي الرعب او الرعب النفسي او حتى الثريلر موجوده بشكل قوي في السينما المصريه. يعني اعتقد اكثر من يعني السنه هذه بس اعتقد اكثر من 7 الى 8 افلام، مو بس هيك ومن هنا. احنا يعني فيلم واحد وصعب ايه، نسويه يعني. المشكلة الفيلم هذا انه نزل بتوقيت، اغلب الافلام تنزل بهذا التوقيت ما تلاقي نجاح. كان نازل باجازة راس السنة، يعني عندك بس يوم واحد، لا هو عيد مثلا نقول اسبوع، ولا هي اجازة صيفية. الفيلم كان نازل بداية سنة 2019 تقريبا شهر الواحد، وقت صعب جدا، وكانت الافلام تخاف تنزل في هيك توقيت لان ما تجيب ايرادات. يعني الفيلم بوقتها عدى 20 مليون، وهذا رقم بالنسبه لهيك سيزون اصلا. بعدها صار موسم اعتقد يعني، ونزلت افلام مثل نادي الرجال السري بعده وجابت ايرادات، اعتبر موسم. يعني حتى نزولكم بالموسم كان مخاطره. 100% يعني ما يعني ملاحظه جدا حلوه صراحه ذكرتني بها. احنا لما نزلنا يعني كان هذا مو موسم، يعني تنزل به الافلام اللي هي المفروض يعني ما تتعدى مثلا 10 ملايين بهالرينج هذا. فكانت مخاطره، بس كان نصيحه من الموزع للامانه اللي هو محمود الدفراوي. قال بان انا حاسس الفيلم اذا ينزل بهالفتره يعني احس بانه راح يسوي شيء غير. انا انه موضوع مش مو سيزن. الشيء الثاني بانه كانت فتره امتحانات، والجمهور مال افلام الرعب يعني هو التينيجرز الى حد خلينا نقول 27، هذا الجمهور الاكبر يعني. فيعني يعني الغالبيه من جمهورنا احنا قاعد نغامر بيهم لانه اكو امتحانات. بس الحمد لله، وفعلا وراها صار يعني افلام
مهمه، يعني حتى باسماء كبيره قام تنزل بهذا السيزون قبل يعني الاسماء المهمه بالسينما المصريه ما تنزل الا بالعيد الفطر او عيد الاضحى. حاليا صار او هم عندهم اجازه بعد مال شم النسيم، يعتبر هم من موسم يعتبر ويعتبر موسم، موسم. ايه صحيح. ولكن يعني حاليا صار الموسم الشتاء تنزل به اعمال مهمه وتحقق نجاح، والحمد لله. هذا يعني شيء حلو بانه تكون انت مساهم بخلق بخلق سيزون جديد. او تاسيس موسم، بخلق جانرا جديده، فئه جديده من الافلام تدخل الى السينما العربيه، وهذا اهم من اي نجاح ثاني. ومو بس هيك، صناع الفيلم اللي دخلت وياهم، صلاح الجهيني كان جاي من تجارب ناجحه اللي هو ولاد رزق مثلا، وحتى سيف عريبي كان عنده بمصر عده تجارب. ممكن انت كنت جديد على مصر بهذا الفيلم، يعني اشتغلت سابقا افلام نقدر نقول خليجيه او اماراتي مثل فيلم شباب شياب، وتجارب ثانيه مثل اعاده احياء افتح يا سمسم راح نجي له. بس كتجربه مصريه كانت جديده عليك انه تدخل بسينما اللي هي السينما الاهم بالشرق الاوسط او بالوطن العربي، ما حتى الكادر كان كلهم عندهم خبره بالموضوع. شلون كان التعامل بالبدايه هاي؟ طبعا بالبدايه اكيد هذا الشيء يحسب السيف، يعني اختيار مخرج من برا السوق المصري هو بحد ذاته مجازفه، يعني هو قاعد يسوي مغامره غير محسوبه بالنسبه طبعا بالنسبه للناس. يعني بالنسبه لي انا من وجهه نظر اخرى، انا هم يمكن تعتبر مغامره، لانه هذا سوق جديد انا ما اعرف يعني شو راح يكون التعامل امانه يعني. بس انا يعني كنت حاب التحدي، قلت بانه خلاص انا اقول اوكي، خل اورط نفسي بانه اقول اوكي، وبعدين وراها شيء يصير خليه يصير يعني. فدخلنا بالموضوع وخلاص، يعني انا من اول يوم قلت اوكي، دخلت بالعمل وهدفي واضح اللي اريد اسويه، عارفه شنو بالضبط، وكملنا الدومين المصري، الكاست والكرو يعني احتضني بشكل كبير. ابد ولا حسيت ابدا للحظه بانه اكو تفرقه، اكو احساس بانه اني مخرج مو مصري ابدا. يعني ما حسس انا شيء، بالعكس احتواني بشكل جدا كبير، واعطوني المساحه حتى اخلق فكرتي، حتى ابدع براحتي. يعني كانت تجربه جدا 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 مريحه بالنسبه لي. ما كان الحمد لله ما كان فيها اي مشاكل من ناحيه مخرج جاي من برا الى مصر. زين، المشكله الثانيه انه يشوفون مخرج شاب، يعني نجوم كبار، طارق لطفي نجم كبير وله تاريخ كبير، وحتى احمد داوود، امينه خليل، احمد الفيشاوي، يعني اسماء كبيره كانت بمصر موجوده بالفيلم. شلون تعاملوا مع مخرج شاب جديد ومو مصري؟ يعني هل كان التعامل، شلون كانت القياده انه مخرج شاب يجي النجوم كبار مصريين؟ شوف، هو يعني الحرفه هي تخلق يعني تخلق هذا التواصل وتشيل حواجز هوايه. يعني اذا المخرج متمكن من ادواته يعني الى حد ما، وحاسس هو اللي قاعد يسويه قاعد يسويه بطريقه صحيحه، الممثل من القعده الاولى راح يحس هالشيء. لانه انت الممثل اهم شيء عنده هو يعرف بانه الشخص اللي واقف ورا الكاميرا، اللي قاعد يقرر شنو الصح من الغلط، اللي قاعد يوجه، هو مأمن وياه. يعني هو يعرف بانه راح يوصل الى نتيجه. بس غالبا هذا يصير من اول قعده، يعني من اول ما نقعد ويا الممثل، هو راح يحس هذا شيء، وانا طبعا راح احس هذا الشيء. مرات ممكن العكس، مرات انا ما ارتاح احس بانه يعني الكيمياء هاي بيني وبين الممثل ما موجوده. من القعدات مال وهذه السيناريو. اي يعني مهمه جدا، بانه يعني حتى لو هو يعني ممكن اقتنع به، ممكن اني احس بانه هو مو ملائم للدور او ماكو كيمياء بالشغل. فهي يعني تقدر تقول الشعور متبادل. بس انا من تجربتي البسيطه يعني دائما الفنانين الكبار هم الاسهل بالتعامل. يعني كل ما كبر الفنان وكل ما زادت شهرته وخبرته تلقاه سهل بالتعامل. يحب الممثل بالاخص يحب التحدي، يحب يشوف شيء جديد، يحب يجدد من نفسه. فهذا طبعا يعني هذا الشيء اللي صار وياي، وما ابدا ما صار اي يعني ما حسيت باي مشكله بهالموضوع الحمد لله.
وعندنا بعد نجاح الفيلم طبعا سمعنا بتجربه ثانيه، فيلم اسمه شبح النيل، حتى نزل له بوستر رسمي، ايضا اخراج ياسر الياسري وانتاج سيف عريبي، وكان المفروض البطل يكون محمد رمضان. اكو بوستر نزل، ما اعرف هو رسمي او مبدئي، شنو هذا العمل، شنو اخباره؟ شوف، هو العمل يعني احنا وصلنا تقريبا، يعني كنا 4 أو 5 أيام من موعد التصوير. يعني حضرنا، بنينا الديكورات، آه، اخترنا الممثلين، سوينا الكاست. يعني خلاص احنا اعتقد، يعني ما اتذكر، بس هو 4 أو 5 أيام من التصوير. اللي صار بين المواعيد مال الفنان محمد رمضان تغيرت، فلازم كنا نأجل اعتقد لو اتذكر شهرين او هيك شيء، حتى لانه صار عنده التزام، كان بوقتها بالجيش وما اعرف شنو، فكنا لازم ندفع هذا الوقت يكون بعد شهرين او 3. بعد شهرين و3 من هذا الموعد تداخلت المواعيد. يعني انت تدري العمل الفني ما بي شخص واحد، بي عده اشخاص. فلما يعني هي مثل يسموه الدومينو افكت، يعني مثل الدومنه، اذا اول واحد يوقع كل البقيه توقع يوم. ف اي فالموعد لما تغير مالته هواي مواعيد، من ضمنها مواعيد الصراحه تغيرت. رجعنا كل مره نريد نضبط المواعيد، الصراحه ما ضبطت. بعدين دخلت علينا كورونا، اللي هي يعني قلبت كل الاشياء. لحد الان المشروع يعني عمليا ونظريا المفروض يكون قائم، ولكن شو وقت انا بالنسبه لي ما ادري، لانه يعني حتى على الكالندر عندي ما شايفه بوقت قريب امانه يعني. ولكن هو العمل يعني جاهز كامل، يعني بالديكورات، بالملابس، يعني كلها موجوده. الكرو اوريدي كله موجود. بس هي يعني بانه نلقى الوقت. ولكن حتى اكون صادق، بالوضع الحالي انا ما اعتقد راح يكون اكو وقت مناسب، لا من جهتي ولا من جهه البقيه، بانه يصير. فالله اعلم هذا المشروع هل راح يكمل، هل راح يكمل مع محمد رمضان، هل راح يكمل بدونه، هل ما راح يكمل. هذا الشيء انا فعلا ما ادري. هو احنا سمعنا انه ممكن آسر ياسين، قالوا بعد هذه الاخبار انه آسر ياسين صار هو بطل الفيلم، اكو هيك شيء لو؟ لا، ماكو شيء. يعني ما حددنا بطل ثاني غير محمد رمضان صراحه لحد الان. يعني انا اوريدي مرتبط بمشاريع ثانيه، فما اقدر يعني ارجع اشتغل عليه المشروع الا بعد ما اخلص ارتباطاتي الثانيه. لانه يعني شغلنا خصوصا بالنسبه للمخرج هو اكثر واحد ملم اللي راح بالعمل. يستهلك وقت بالعمل، من القراءه الى التحضير الى التصوير الى المونتاج. هو موجود بكل هاي يعني المراحل. فممكن الفيلم ياخذ يعني اقل شيء 6 شهور، هذا اقل شيء ياخذ من المخرج. فالمخرج التزامه بالعمل يعني بانه انت خلال هاي ال6 شهور لازم تكنسل اي ارتباطات ثانيه وترفض اي عروض ثانيه خلال 6 شهور. يعني انت خلال نص سنه لازم ما تشتغل وما تقبل اي شيء ثاني. التزام ف صعب. اي طبعا التزام صعب. يعني مو مثل بقيه الكرو حتى الفنيين ممكن يجي على قد التصوير، المونتير يجي على قد المونتاج، يعني المخرج هو موجود بكل المراحل. فحتى تظل تاجل الناس ما تقدر، يعني تهم، يعني صعب انه تظل تاجل مشاريع ثانيه او ناس انت مرتبط بهم اصلا. فالموضوع يوقع بمكان جدا صعب. واكو حتى افلام عالميه تاجلت 7 و8 سنين يعني اصلا. يلا حتى صارت يعني، وهذا موجود بافلام مهمه جدا يعني. والسبب اعتقد هذا يعني الاكثر هو المخرج. لانه هو اللي يستهلك اكبر وقت يعني. وايضا اكو فيلم او تجربه ثانيه سمعنا عنها بالفتره قريبه جدا قبل رمضان، اللي هي فيلم جديد مع الفنان المصري الكبير محمد هنيدي، وايضا تجربه جديده من نوعها، كانت اعتقد فيلم بالفضاء ونوعيه جديده من الافلام اللي هو اعتقد 4D او هيك شيء. يعني شنو كان هذا الفيلم، او بعدها قائم هذا المشروع؟ لا هو مو فيلم، هو مسلسل يعني بستايل السيزونز وقائم. احنا اوريدي قاعدين نحضر به ان شاء الله. اللي صار بكورونا بانه في مثل ما قلت لك، يعني لما خلصت المفروض، يعني لما تاجل مع محمد رمضان اوريدي انا كنت ملتزم بعملين ثانيين لازم اسويهم. كان المفروض بالسنه اللي هي 2020. طبعا صار اللي صار ب 2020، وهذه الاعمال يعني تاجلت الى هذه السنه. فاني يعني لازم اخلص هاي الاعمال حاليا. ولكن مشروع محمد هنيدي موجود يعني
قاعدين اوريدي قاعد نكتب بيه، يعني اني والفنان الكبير محمد هنيدي، احب اوجه له تحيه طبعا. قاعدين انا وياه قاعد نكتب بالحلقات، بدينا بالتحضير. يعني حسب تقدير الشخصي اعتقد يعني بدايه السنه الجايه او نص السنه الجايه راح نبدي فعليا بالتصوير، اكون اني اوريدي خلصت الارتباطات اللي عندي. طبعا كلش متحمسين نشوف هذا الفيلم، انه محمد هنيدي وينزل تلفزيون. طبعا محمد هنيدي تجاربه تلفزيونيه قليله، واعتقد ما حتكون تجربه عاديه، يعني هالمره تجربه استثنائيه. لا عامل مختلف جدا، والاختلاف اللي بيه هو اعتقد اللي ان شاء الله راح يصنع الفارق فعلا. تجارب يعني استاذ محمد يعني مو كثير بالتلفزيون، عنده اكيد طبعا، بس مو مثل السينما يعني. فنتمنى ان شاء الله يعني المسلسل هذا يعني يحقق النجاح المرجو عنده. هو ستايل مسلسل منصات، يعني حتى الفورمات راح تكون نوع جديد على الفنان محمد هنيدي نفسه. يعني سباعي 7 حلقات حيكون المسلسل، وما محددين بعدكم؟ ما محددين، بس يعني تقدر تقول ما بين 6 إلى 10. الرقم بالضبط اللي راح نوصل له بالاخير يعني بعد مو واضح، بس هو ما بين 6 إلى 10، ممكن 6 ممكن 8 ممكن 10. وبالمناسبة محمد هنيدي بآخر 20 سنة سوى مسلسل واحد، اللي هو مسلسل مسيو رمضان أبو المبروك، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، كان 2011. فيعني تجاربه تلفزيونية جدا قليلة، فحتكون يعني شيء جديد إنه نشوف محمد هنيدي بالتلفزيون ومسلسل منصة. عنده مسلسل اسمه أرض النفاق. أرض النفاق فعلا مع جمال العدل. عنده مسلسل ثاني كانت 2000 وانت عامل كان مثل السيت كوم، هو على ولي الدين يعني مو بالاخير يعني تجارب قليله يعني قليله فعلا يعني. وهو يعني بالاخير المسلسل الخاص بالبلاتفورمز اصلا الفورمات مالته اقرب ما تكون سينمائيه من تلفزيونيه، فما راح يكون هو بعيد من المنطقه اللي هو يحبها، المنطقه اللي هو يحب يلعب بها يعني. فاعتقد هذا من المميزات بالنسبه له، هو كفنان حجم جدا كبير يخوض هذه التجربه. ويعني اوعد الناس بانه ان شاء الله اذا خلص المشروع على خير بانه راح يشوفون يعني محمد هنيدي والمسلسل بشكل يعني على اغلب ما راح يتوقعوا. يعني هو الفكره شويه بها خبال يعني. ان شاء الله راح يكون شيء حلو. كلش منتظرين طبعا. انا شخصيا من عشاق محمد هنيدي، وطبعا حاب كلش اشوف هاي التجربه. تشوف عمل 8 حلقات و6 حلقات وحتى 4 حلقات، هذا شيء سلبي للعمل، لانه انت تخيل انت ايوه حتى شفنا تجارب بالعراق مثل بنج عام مثلا، منطقيا تقدر تشوف شيء تمس 30 يوم صعب.